سيادة العميد الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة. اسلوب زين ما لا خربط والله رائع. كل مرة. والله العظيم رائع. والله العظيم رائع. الحمد لله. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. يعني اليوم نورتونا بسوريا. شو أصعب شيء مر عليكم بسوريا؟ أو لحتى وصلتوا سوريا؟ والله ما صعب علينا شيء. خجلتونا بكرمكم واستقبالكم. الله يسلمك، واجبنا هذا. الله يسلمك، الله يعزك. كم عدد اللي اجوا اليوم معاكم؟ عدد بحدود 100 رجل اطفاء مع 20 ضابط مع اليات ومعدات من الشرطه الاتحاديه. الله يعطيكم العافيه والحمد لله على السلامه. الله يسلمك. كثر الله خيركم وان شاء الله بدكم اياه بالافراح. الله يكرمكم يا رب. شكرا. وصل اليوم الرتل القادم من العراق الشقيق الى سوريا للمشاركه في عمليات الاطفاء. عدد كبير من العربات والآليات وايضا عربات الاطفاء الحديثه، وعدد كبير من الطواقم التي وصلت الى ريف اللاذقيه في لاسناد الدفاع المدني السوري في عمليات إخماد الحرائق، وأيضا التطويق هذه الحرائق والسيطرة عليها. نشاهد هذه الأرتال التي وصلت والآليات التي وصلت من دولة العراق الشقيقة إلى سوريا. للمشاركة في عمليات الإخماد كان معنا العميد أيسر قائد هذه الحملة، والذي تحدث لنا بأنه وصل صباح هذا اليوم، وأيضا كانت هذه المبادرة من رئاسة الوزراء وأيضا من عدد من المؤسسات في الدولة العراقية لدعم جهود الدفاع المدني في التصدي لهذه الحرائق وهذه المأساة التي أصابت الريف الشمالي لمدينة اللاذقية.